السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية يا جماعة. جيت فيديو جديد هلا، بس بهالأيام الفضلة ما رايح أحكي شيء. كلمتين، يعني كلمتين صار إن شاء الله مفيدات. هل حواليها اللي عمال بيتواصلوا معها لسه خواتها أخوتها يسألوها هالسؤال، بس لزوجتي طبعا، هي زوجتي ما بقى بدها اياني وانا ما بقى بدي اياها على كل حال. يسالوها ليش هالبعد هاد، ليش مبعد كل هالشيء، ليش كل يوم والتاني برقم شكل جديد، ليش؟ مشان ما انا اعرفه، انا ما بعرفه، كانه ما بعرفه. ما عندي غير الرقم القديم، قديم اخرته 302، هذا اللي عندي بس. وعم بدق لك ما عمال تفتحي الخط، ليش؟ خايفه مني بدي اسحبك من الموبايل؟ ليش؟ معناتها انت خايفه من شيء مساويتيه لأواجهك فيه. وفعلا انه عندي الدليل. على كل حال، شوفي حالك بعد سنة سنتين، تضل صحتك وعافيتك عليكي؟ يا ترى بدها تضل مصرات تبعت لك 15,000 و20,000 بنتك؟ يا ترى بدها تضل هيك حالتك؟ انا بتمنى منك تفكري بالمخ هاد، مو بالعاطفة هاي. لا لا لا، اللي جاب لك اخبار عني كذاب ابن كذاب. اللي عم يتواصل معك لسه لحد الان وعم تتواصلي معه لحد الان بتقولي بنتك هي اللي تواصلت، كذاب ابن كذاب. لسه لتاريخ اليوم عم تتواصلي معه، تاخذي رقم جديد رأسا تبعتي له. ليه؟ منو هو؟ ما بيتخلى عن مرته، ما بيتخلى عن اولاده كرمالك. لا، انت نزوه بحياته بس، مرحبا مرحبتين. رفيقه، بيعتبرك صديقه، بيعتبرك ايش من كان. كفي العالم عمال تحكي عنك، دوستو مزور. اللي بفهم تركي بيعرفها ايش معناتها، رفيقه يعني. انا ما بشك فيكي، انا ما شكيت فيكي ولا لحظه من الثانيه، بس انت اللي قلتي عم بشك فيني. لا، انا غرت عليكي، انا غرت عليكي غيره. عم بقول لك هالانسان هذا نظراته الك ما هي منيحه، عم بمسك السيكاره عم بحطها، اخ هي من عبه، هي شغله من الشغلات اللي عم بتصير كانت. قلت لك ما بدنا اياه، انت كبرتي، قلتي لا هو. اخذتيه على مرسين روحه رجعه، تشعلي له السيكارات تعطيه اياهم بالسياره. هي حقيقه، هي حقيقه حقيقه. لك ما هو هيك، ما هو حكي. حسبي الله ونعم الوكيل. بس المقربين إلها، المقربين خواتها وهذا يسألوها السؤال، ليش عمال بتصر عليه انه ترجع تحكي معه؟ ولا زالت عم تحكي معه. لا تقول بنتي، ها بنتها ما لها علاقه، بنتها حطوها على طرف، لانه هي رقمه، اذا كان رقمه جديد عندها انا ما هو عندي، هو ما هو عندي رقم بنتي، ما هو عندي، حيزرتني. فشلون عمال تتواصل معه؟ بقينا رقم بنتي اخذته جديد، بنت عمرها 21 سنه، ايش بدها من واحد عمره 44 45 سنه؟ ايش بدها منه؟ على كل حال فكري لسنه سنتين ايش بده يصير. الفقير اذا زنقل يا بقتل قتيل يا بتجوز على مرته. بدي عقل ذهبي هون يفكر من اهلك، حماتي الصغيره فكري. انا هيك؟ انا ماني هيك، لا والله. انت اللي بعتبرك انت اخت الي، خواتها كلهم خواتي هدول اللي بحكي عليهم برات الطريق بقلع عينه، وهي لسه اللي بحكي عليها برات الطريق بقلع عينه. بس والله العظيم شفت واحد اعطاني، يا جماعه اعطاني شغله انه كذا 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 هيك، ما حدا بيعرفها غير انا اولادها واهلها، هدول اللي بيعرفوها بس. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لو ما هو حيكي له هداك، لو ما هي مشمره مثلا فرضا، ها لنفرض على ايده قدامه، انا على كل حال مبدئيا انا ما بدي اياها. هي اشتكت، انا اشتكيت، تعي بدك جنب اهلك، ليش هالبعد هاد؟ هن بحموكي، انا ما بحميكي، ما بحسن بحميكي، ما هيك؟ انا كلب بعتبريني، ايش ممكنني اكون انا؟ 30 سنه، بعد 30 سنه انت كشفتيني ماني منيح، صح؟ اختك ما شاء الله عليها
عم تشهد معك بالمحكمه، بدها تشهد معك، بس في حلفان يمين، وانا اللي راي اسالها مو المحامي اللي راي يسالها، انا اللي راي اسالها، بدي اخذ من القاضي وقته وانا اللي بدي اسالها، وهي تحت اليمين لا شوف صح من الغلط. انا ما بدي شيء منك، لا تكذبي علي، على لساني لا تكذبي ابدا، انا ماني هيك، انا ما شكيت فيكي لحظه، تربيت ام علي بعرفها انا، بس انت طلعتي مانك تربيت ام علي. اولي كنتي تربيت ام علي، جيتي لهون هلا بالسبع ثمان اشهر هاي اختلفتي. مصرات هن اللي خلوك هيك، مصاري عندك، بيت عندك، كل شيء، ذهب عندك، كل شيء عندك، ايش بدك تتجوز؟ امرنا بس تطلع جهنم خليه يروح، لسه هاي بصير هاي ما بصير، هاي بدك تطلعي هاي ما تطلعي، لا بدك تطلعي على المطاعم، بدك تروحي، بدك تجي، بدك تلبسي على كيفك، تطلعي على كيفك انت وبنتك، ما حدا يقول لكم لا ولا لا، معلش انا ما عندي مشكله، انا ما عندي مشكله، بس عيني تقع عليها لبنتي طبعا، انا مالي علاقه فيكي، لانه انت ما بقى بدك اياني وانا ما بقى بدي اياكي، وهي علنا عم بقولها قدام العالم، علنا عم بقولها، وماني خايف من كلمتي. حاج رجعي بركي جنب اهلك، خلي اهلك يضبوكي، بعرف مع مين بيركي، مع مين عم تروحي، مع مين عم تجي، وين عم تروحي وين عم تجي، بعرف. 5 والله 5 والمصحف 5. اطلالة بيتك كثير حلوه قالوا لي الجماعه هدول اللي عمال بيصوروا بيتك، اللي عم بيصوروا لي البركون وانت واقفه على البركون. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس يا هديل اتقي الله، اتقي الله، خلي امك تتقي الله في اختك، لانه اختك عم تطلع على كيفها، انت ما بترضي هيك شيء، انت ما بترضي، انت بكيتي لانه بده يشيلوا لك الغطا، اختك عم بتشيل الغطا عم تطلع ببنطلون مشرتح على الموضة. ليش؟ هي تركية، هي سوري ما بقى بدها تركي، ليش مو تركي؟ من ايش؟ مش كي السوري، في كل سوري شحاطته بتسوى مليون تركي. ليش؟ لانه بترك المرأة تروح وين بدها، يشوفها صاحبها معلش، بقول لك معلش صديق قدر فيها معلش هيك، بس السوري ما بصير هيك. الله على كل حال طولت عليكم يا جماعه، اسف كثير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يعطيكم الف عافيه يا رب. بتمنى بالفيديو الجاي ان شاء الله بجيب لكم اياه، بجي بس هالمره يا ام سوس والله العظيم بالاسماء والحقائق، اسماء بدي اطالعها بعدين، في عندي فيديوهات، في عندي صور والله العظيم بطالعها هون، والله وربي شهيد علي، ما بخاف من حدا، انا ما بخاف غير من الله، خوفي من الله عم بردعني انه اطالعها، خوفي من الله. بهالشهر الفضيل بهالمناسبه هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يطالع الله سبحانه وتعالى ظلمي فيكي انت يا ام سيفو الكبير، العقل الكبير المدبر. السلام عليكم ورحمه الله.